في عالم الحيوان دايما البقاء للأقوى، في معارك بتبقى محسومة. الحيوان ساعات بيخطئ في اختيار الخصم، والخطأ القاتل ممكن يكلفه حياته. اوعى تستهتر بالخصم اللي قدامك مهما كان ضعيف، لأنه ممكن يفاجئك بردة فعل غير متوقعة. ودي مجموعة مقاطع الحيوانات هجمت الخصم الخطأ. كمل معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة. سؤال الحلقة وهنجاوبه في الآخر: أي حيوان بيذرف الدموع عند الحزن مثل البشر؟ يلا نبدأ بذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مش بس البشر، في منهم المشاكس والرخم. القرد المشاكس المزعج ده قرر انه يضايق النمرين دول. بيتمرجح على الشجرة، ينزل لتحت، يقرص ودانهم ويطلع فوق تاني. مش عارفين يمسكوه، دمه خفيف قوي. وحيد القرن معروف عنه انه بينبح بس ما بيعضش. لما جه بقى يهاجم خاف وجري. الكلب الفضولي ده حب يلعب مع الكنغر، لكنه كان ممكن يغرق. ما لقيتش الا الكنغر ده ما عندوش هزار ده. لا لا لا، مش دي الطريقة الصح عشان تصحي اللبؤة يا أسد. حد يصحي مراته كده بذمتك؟ تستاهل. القطط شجاعة جدا وما بتخافش حتى من الحيوان الأكبر منها حجما، زي القطة دي اللي طردت الدب ده وجريت وراه. مش شرط يكون حجمك كبير عشان تكسب المعركة، لكن المهم تكون واثق في نفسك جدا، زي البطة الشقية دي اللي قررت تلعب مع مجموعة نمور جائعة. ايه دي؟ هي راحت فين؟ القطة دي واثقة في نفسها ومش هاممها حاجة. تقريبا كل البط بيحب يلعب مع النمور، لأن دي بطة تانية شقية زي اللي فاتت. القطط بالرغم انها حيوانات صغيرة في الحجم، لكنها شجاعة وواثقة في نفسها زي ما شفنا. حتى القطة دي اللي بتظهر سيطرتها ضد 2 من النمور. ممكن تكون دي نفس البطة الشقية اللي شفناها من شوية. أكيد بتحب تتجول في أماكن مختلفة وتتلاعب بالنمور، مش معقول تكون بطة تانية.
الغوريلا اللي ظهرها باللون الفضي ده هي واحدة من أقوى الحيوانات على الكوكب بتاعنا. الغوريلا الضخمة دي دخلوا فجأة في هجوم عدواني على بعض في حديقة الحيوانات. الجماهير الموجودة حمدوا ربنا إن الإزاز ده كان مضاد للرصاص وحافظ على سلامتهم. الكلب الفضولي ده اتعلم درس قاسي لما هاجم ثعبان البحر الكهربائي، اداله صعقة كهربية عنيفة. التعبان ده قوي جدا، عملنا عنه حلقة قبل كده في عجائب عالم البحار. النمر ده كان واثق من نفسه قوي وهو بيحاول يتسلل للدب الكسلان من ظهره، ولما الدب ده خد باله وقف على رجليه الاتنين وجري وراه. عندنا احنا البشر اهم حاجة حماية عيلتنا لانهم اغلى حاجة عندنا. برضو الحيوانات زينا. مجموعة القرود دي انقذوا واحد من افراد عيلتهم لما تعرض لهجوم من تمساح ضخم. ما خافوش وهاجموا كلهم التمساح. التمساح استسلم في الاخر وساب القرد. الضبعة الوحيدة دي لقت نفسها وسط مجموعة من 20 كلب بري، فلما حست بالخوف على طول طلبت الدعم من أصحابها، وعشان يوصل صوتها ليهم لأبعد مدى كانت بتوطي راسها في الأرض قبل ما تعوي، فالصوت وصل لهم على طول. ووصلت قوات الدعم أخيرا، والكلاب البرية عرفت إن فرصتها خلاص ضاعت، فهربت بسرعة من المكان. دول أسدين جعانين جدا، قرروا يتعاونوا مع بعض ويصطادوا الجاموسة دي، لكنهم ما يعرفوش إن عندها أصدقاء أوفياء هتنقذها. امشي ياض انت وهو من هنا. الجاموس ده شاف أسد بيتسلل ليهم بين الشجر وبيستعد للهجوم، فقرر الجاموس ده إنه ياخد هو الخطوة الأولى ويبادر بالهجوم. الضبع ده هيتعلم دلوقتي درس لما يسرق الأكل من الأسود. الأسد الذكر ده هيعلمه الأدب. اللبؤة دي حصرتها الضباع، وبكل يأس حاولت تطلب المساعدة وهي بتقاتل من أجل حياتها. بعد ما تحملت قتال طويل وصعب وصلت مجموعتها أخيرا لإنقاذها. شبل النمر ده عنده 11 شهر بس، اضطر انه يجري وهو خايف على حياته، ولحسن الحظ اتنجى من الموت لما طلع فوق شجرة قريبة وكان عنده مهارة للتسلق. أشبال الفهد دول شافوا خنزير صغير وقالوا بس هناكله على العشاء. حاولوا يطاردوه لحد ما جه أبو الخنزير الوحشي ده وأنقذه وبدأ يطاردهم كلهم. على الرغم ان الجاموسة دي كانت محاطة بمجموعة أسود بتحاول إسقاطها، إلا إنها قاومت للنهاية وفضلت على قيد الحياة.
وحيد القرن ده اختار خصم غلط خالص، وزن تقيل، فالفيل علمه الأدب وعرفه مقامه. ده دب ذكر بيهاجم أنثى عشان يقضي على صغارها، لأن في بعض الأحيان الدببة الذكور بيعملوا كده من أجل التزاوج مع الأم اللي بترفض لما بيكون معاها أطفال بترعاهم. هنا بقى من حظه السيء إن الأب كان موجود وقريب من ولاده، جه بسرعة لإنقاذهم. أحسن، تستاهل. لما بتتقاتل الضباع مع بعض في مجموعة بتبقى خطيرة جدا. هنا لما حاولوا يسرقوا الطعام من اللبؤات دي ما قدروش اللبؤات يقاوموهم، لكن لما جالهم ملك الغابة جه يجري لإنقاذ اللبؤات. الضباع خافت على طول وجريت من المكان. فيديو النهاردة خلص بسرعة، لكن اللحظات دي علمتنا درس مهم. مش شرط القوي ينتصر، لأنه ممكن يغلط، والضعيف ممكن ينجو ويكون محظوظ. فالحياة ليست عادلة يا صديقي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر مقطع في الفيديو عجبكم، واكتبوا لنا كمان في التعليقات لو حابين جزء تاني من الفيديو. إجابة سؤال الحلقة: أي حيوان بيذرف الدموع عند الحزن مثل البشر؟ الإجابة هم الفيلة. بتذرف الفيلة دموع حقيقية عند الحزن أو لما بتفقد أحد صغارها. سبحان الله. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.